السلام عليكم، اش اخباركم؟ على خير. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا معايا وصفه اليوم اللي غادي تكون كما كتشوفوا العجين المورق. العجين المورق اللي كنستهلكوه بزاف في رمضان، الاغلبيه تيبغيو يحضروا منه بزاف ديال الوصفات وبزاف ديال الاشكال. اليوم ان شاء الله جبت لكم الوصفه المعتمده عندي من سنين، ما عمرها حشمتني، كتعطيني نتائج رائعه جدا. وهنا غتشوفوا معايا العجين كيفاش مورق، يعني راه باين من الاول باقي عجين، باقي ما شكلناه، باقي ما طيبناه. وهنا غتشوفوا معايا لي فولوفون، غتشوفوا معايا لي شوسون كيفاش كيجيو بهذا العجين هذا. هادو وصفات اللي غنشاركهم معكم في الفيديوهات المقبله، ولكن اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعضياتنا العجين المورق وطريقه التحضير ديالو اللي غادي تكون ان شاء الله طريقه مبسطه جدا لاحسن نتيجه. غنبداو على بركه الله بتحضير العجين. هو الاول اللي غنحتاج فيه هنايا كيلو قل 100 غرام ديال دقيق الفرص. انا خدمت هنايا كميه كبيره، ولكن نتوما في صندوق الوصف رانا غنخلي لكم المقادير ديال نصف الكميه اللي هي 450 غرام. اذا كما قلت لكم عندي هنايا كيلو قل 100 غرام ديال دقيق الفرص. غنزيد عليه معلقه مع عمراج ديال الملحه. بالنسبه للملحه نحاولوا ما نكثروهاش بزاف، لان هاد العجين هذا مازال كنستعملوا معاه بزاف ديال الحشوات اللي كتكون فيهم الملحه، وكنزيدوا حتى الفرماج باش ما يجيوناش مالحين بزاف. بالنسبه للتنسيم ديال هاد العجين هذا، انا درت هنايا الثومه بودر، اولا هنايا راه ماشي الثومه بودر، هنايا راه السميد ديال الثومه. ممكن تستعملوا الثومه بودر، ممكن تنكهوه بالعطريه ديال الدجاج، العطريه ديال الحوت، اولا تزيدوا غير لا موطارد، راه كتجي فيه هائله وكيجي منسم، يعني على حسب الحشوه اللي نتوما بغيتو ديروا. من بعد غادي نضيف قياس ديال 2 المعالق كبار ديال الخل الابيض. انا يستحسن يعني كنفضل اننا نديرو الخل الابيض على الخل الاخر. الخل الاخر كتكون الريحه ديالو مجهده، ما كتعجبنيش تجي الريحه ديال الخل في هذا العجين هذا. اذا هنايا قلت لكم عندي 2 معالق كبار ديال الخل، وغادي نزيد تقريبا واحد 300 غرام ديال الزبده، هي باش غادي نرمل هذا الدقيق هذا. غادي نحاول انني نرمل هذا الدقيق ونخدمه مزيان حتى كيتلبسوا ليا، يعني الدقيق كله هو كيتلبس ليا بهذه الزبده هذه. وهذه حتى هي مرحله مهمه في نجاح هذا العجين، خاص الدقيق كله هو يكون ملبس لينا بالزبده. بالنسبه للطريقه كيفاش كنرملوه، فراه بهذا الشكل هذا الموضح قدامكم في الفيديو. كنبقاو كنهزوا الدقيق مع الزبده، كنحكوهم بين الكف ديال يدينا. الا كانت عندكم الزبده بارده بزاف وما قدرتوش تخدموا بها، يعني تجيكم قاصحه، فممكن انكم تاخذوا هذيك الزبده تبداو دوزوها في الدقيق وتحكوها، غير باش ما تلصقش لكم في الحكاكه. دوزوها في الدقيق وتبداو تحكوها في الحكاكه غليظه، كتخرج لكم الزبده يعني محكوكه، كتسهل عليكم انكم تدخلوها دغيا دغيا في الدقيق. هانتوما شفتوا من بعد ما كيترمل ليا العجين ديالي كيجي على هذا الشكل هكا. دابا غنبداو نجمعوه بالماء. الماء خاصو يكون بارد بزاف. بالنسبه لهذا القياس هذا ديال كيلو قل 100 غرام، فرانا كنستعمل تقريبا 300 مليلتر ديال الدقيق. ممكن نزيد معلقه ولا 2، ممكن ما نزيدهمش. المهم 300 مليلتر راه كانت كافيه انني نجمع هذا العجين هذا. الماء كما قلت لكم يكون بارد مزيان، يعني فاش كنويو اننا نصاوبوا العجين المورق راه حنا كناخذوا واحد الكميه ديال الماء وكنحطوها في الفريغو، ماشي تثلج، ولكن كما تيبان لينا الماء برد يلا كيبدا في السطح ديالو، الوجه ديالو كتبدا كتكون لينا واحد الطبقه ديال الثلج. لتحت راه كيبقى سائل، ولكن يلا كتكون لينا ديك الطبقه ديال الثلج. هنا راه تيكون بارد مزيان، كيعطيكم نتيجه احسن الا درتوه الا خدمتو به العجين. هنا غادي نبدا نجمع العجين ديالي بهذا الماء. كما كتشوفوا معايا رانا ما كندلكم حتى شي حاجه. هذه بالنسبه لجميع انواع، يعني اي عجين خدمتوه بالزبده فراه ما كندلكوش. هنا كنبقى كنضيف الماء وكنبدا كندخل الدقيق في العجين ديالي شويه بشويه حتى كيتجمع ليا. هذا العجين هذا راه كيكون قاصح، ما تيكونش مرخوف نهائيا، ما تيكونش خفيف. يعني كما قلت لكم بالنسبه لي انا راه 300 مليلتر كانت كافيه انها تجمع لي هذا الدقيق هذا. من بعد ما كنجمعوا هنا غادي نسرحوا شويه في واحد البلاستيكه، وغادي ندخلوا واحد يعني 5 دقائق حتى ل 10 دقائق للثلاجه، الوقت اللي غادي نصاوب فيه الزبده ديال التوريق.
كناخد هنايا الزبده ديال التوريق. الكميه في هذا القياس اللي عطيتكم ديال كيلو قل 100 غرام ديال الدقيق كنستعمل تقريبا 400 غرام ديال الزبده. 400 غرام اللي هي نص كيلو قل 100 غرام. غادي ناخدها وغنوضعها هنايا في هذا البابي كويسون اولا ورق الطبخ. كنشكل اولا ورق الطبخ على شكل مربع اولا مستطيل غير باش كيساعدني انني كنسرح هذيك الزبده وكتاخذ ليا الشكل ما كتعذبنيش. وغنبدا نضربها شويه بالمدلك حتى كتسرح ليا وكتاخذ ليا الشكل ديال هذاك البابي اللي فاش درناها. وكنبدا كنطلقها السمك ديالها تقريبا غادي يكون واحد نص سنتيمتر. ما رققوهاش بزاف وما نخليوهاش غليظه. دابا غادي نبداو نورقوا العجين ديالنا. غناخذ العجين اللي وضعت في الثلاجه وفوق سطح العمل غادي نرش الدقيق وغنبدا نطلق في هذا العجين هذا. نحاول نديرو على شكل مربع اولا مستطيل. المهم هو ان مره نعبروا هذيك الزبده اللي سرحنا باش كنجيبوها وسط العجين وكنسدو عليها. كنسرح العجين ديالي كما هو موضح وكنوضع هذيك الزبده وسط منه كنسد عليها مزيان. غنخليها ترتاح غير واحد دقيقه. ممكن ما تخليوهاش ترتاح ولكن كنخليها ترتاح غير باش ما تعذبنيش تعطيني الطوع دغيا كتطلق. فاش كنجيو نطلقوها راه حنا ما كنجيوش نطلقوها بالمدلك نيشان. كنحاولوا نضربوا شويه في العجين ديالنا باش الزبده ما كتقطعش لينا لداخل. نضربوا بشويه بالمدلك. راه كلشي واضح يعني في الفيديو. ومن بعد غادي نبدا نطلق. انا هنايا مع التصوير ما كنتش مرتاحه مزيان انني نسرحها على خاطري فوق سطح العمل ولكن راه هي سهله بزاف وما كتاخذش وقت نهائيا. هنايا راه مع لا فيديو مع التصوير يعني مع الشرح خدات شويه الوقت ولكن فاش كنجي نحضرها بلا تصوير بلا والو فراه ما كتاخذش مني واحد 10 دقائق اولا كاع الا كثرت 15 دقيقه كتكون واجده باش انني نشكلها ونطيب هذيك الساعه. هنا من بعد ما كنسرحها بهذا الشكل هذا يعني انا شفتوني حضرتها معكم بطريقه اللي هي بسيطه ما حاولتش انني نبقى نقاد في الجناب وهذا وغادي تشوفوا كيفاش النتيجه كتكون يعني بلا ما تبقاو تصدعوا راسكم مع الجناب خاصكم تقادوهم اولا خاصكم يعني تقطعوهم باش يجيو قادين وهذا. فراه هاد الطريقه هذه كي كنحضروها في المنازل ديالنا عاديه وكتجي رائعه جدا. هنا غادي ناخذ العجين ديال الزبده عفوا وغادي نوضعها في وسط العجين وكنسد عليها العجينه مزيان يعني كنحاول انني نسد عليها العجينه مزيان ما تبقاش باش ما تخرج لياش من بعد. وهنا غادي نبدا نورق فيها. غادي نطلقها المره الاولى ما نحاولوش نرققوها بزاف باش ما كتمشيش لينا هذيك الزبده تخلط لينا مع العجين وما كنخليوهاش غليظه. غادي نرققوها غير القياس. غنطلقوها على شكل مستطيل طويل ما نطلقوهاش يعني مربع تكون مستطيل طويل. ومن بعد فاش كنطلقوها كنشكلوا الطور الاولاني كما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو. كنجيبوا الجهه اليمنيه كنجيبوها نص العجين والجهه اليسريه كنجيبوها النص كنجمعوهم مع بعضياتهم ونعاودوا نسرحوها المره الثانيه ونديروا ليها الطور الثاني. يعني هنايا غادي نديروا نفس الطريقه 3 المرات. الطور الاولاني ونعاودوا الطور الثاني ونعاودوا الطور الثالث راه واجده من وراه صافي. من بعد راه حنا كنشكلوها. هنا غادي نخليكم تشوفوا لا فيديو ونتلاقاو مع النتيجه النهائيه.
ومن بعد ما كنكمل التوريق ديال العجين ديالي، هنا غادي نقسمو باش نشارك معكم النتيجه النهائيه كيفاش كتجي. هنا غتشوفوا معايا التوريق كيفاش باين، كيفاش واضح، والنتيجه راها اكثر من رائعه، والوصفه راها مجربه. كما قلت لكم هذه الوصفه راها معتمده عندي من سنين، وفايت لي نزلتها في القناه شاركتها معكم. بزاف الناس اللي جربوها ونجحات معاهم، فقلت علاش لا ما نعاودهاش دابا باش نشاركها مع المشتركين الجدد اللي كنقول لهم مرحبا بهم، وكنشكركم على الثقه اللي وضعتوا في القناه وفيا وشاركتوا معايا، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. مازال الفيديوهات جايين، غادي نشارك معكم المورقات اللي حضرتها بهذا العجين هذا. كانت مورقات اللي هي رائعه جدا بحشوات مختلفه وجديده. غنشارك معكم ايضا الطريقه ديال الطياب، لان بالنسبه للعجين المورق طريقه الطياب ايضا مهمه جدا. واخا يكون العجين ناجح معكم، الا ما طيبتوش كيف ما خاصو يطيب في الفران فراه ما غاديش يتورق وما غاديش يطلع لكم. انتظروني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، غادي نشارك معكم جميع التفاصيل وجميع الاشكال اللي غادي تعجبكم ان شاء الله، مع الحشوات كما قلت لكم حشوات جدادين. بالنسبه للعجين المورق فراه متوفر بالنسبه للطلبيات. الناس اللي بغاوه غنخلي لكم الرقم في اعلى الشاشه، وغنخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.